إشي رح أبلش بمنطقة الغاز. يعني هي أهم منطقة رح أبلش فيها، فهلا كله هذا رح أنظفه. دايما أنا بتنظيف الغاز أي إشي زيوت وهيك بستخدم بنك، هذا كتير منيح للتنظيف، فرح أستخدمه هلا. بس دائما لما بنستخدم أي منظفات لازم نلبس جلافز حتى ما نأذي حالنا. وهذا البنك بده مي ساخنة عشان إنه يعني ينضف إنه بعد ما إحنا نليف. شوفوا حتى ليفت الحيطة، شوفوا قد ايه بتلمع، كل شي راح من عليها. يعني هون خاصة الغاز تعرفوا الزيوت وهاي الأشياء كلياتها راحت، وحتى هون شوفوا حتى الرخامة بتلمع. إذا واضح عليكم كتير حلو هذا البنك، بنظف يعني كامل. هلا رح نبلش بالغاز. أول شي أنا بنظف هاي اللي هي الغطاء الخارجي تاع الغاز، بنظفه لأني هلا نظفت الحيط فعادي إني أرجع عليه، فرح أنظفه كامل. نفس الإشي أنا بحط بنك وببلش إني أنظف. هلا هون الغاز أنا دائما بنظفه فما في كثير أوساخ. بس شوفوا هون، شوفوا هون الغاز لما تطلع النار فهون بيتعبى زي هيك، زي كأنه حروق. هدول ما بيزبطوا غير بالبنك، فرح أفرجيكم بس قدامكم كيف كله هاد بروح. خليني بس أشيل هاي الأشياء وبرجع لكم. شوفوا هاي أنا حطيت شوي من البنك، بس رح أدهن هاي المنطقة. أنا رح يعني أدهن كل الغاز، بس رح أفرجيكم بس كيف قديه حلو في التنظيف وكتير بيسهل علينا بالمطبخ. فنفس الليفة بس إني أنا ببلش. شوفوا كيف اختفى، يعني شوفوا قديه حلو. بالمونتاج رح أحط لكم قبل وبعد، بس مشان تشوفوا قديه حلو بالتنظيف. شوفوا زي السحر. هسا رح أبلش إني أنظف الغاز كامل، عندي شوي رح أبلش أدهن فيه وكمان أنظف زي هديك. هلا أنا دهنته، رح أبلش إني أنظف كامل. يعني كل السواد اللي بيكون من أصل الحرق كلياته بروح. شوفوا أنا مرات بستخدم فرشاية أسنان صغيرة، طلعوا بتكون كتير فرشايتها صغيرة. الحواف اللي بتكون هون شوفوا أنا ما بقدر أوصلها بالليفة العادية، فبالفرشاي بصير إني أبلش أفرك بالحواف هدول كلياته بنضف. هاي أسهل طريقة لتنظيفهم صراحة. يعني شوف هاي من عندي مبين إنه كلياته كل الأوساخ راح. هون بعد ما نظفته شوفوا قديه صار بالماء، كلياته صار يلمع. شوفوا حتى هون اللي حكيت لكم عنها، شوفوا قديه صارت نظيفة.
حتى هدول تاعات الغاز كمان انا بستخدم لهم هذا. شوفوا بس بدهنها وبعدين ببلش اني انا يعني افركها كلياته بروح. انا بحب انه استخدم منظف يكون قوي، لانه بتعرفوا الغاز الزيوت وهاي الاشياء الدهون اللي عليه كتير صعبة انها تنشال باي اشي عادي، فبحط اشي قوي عشان يسهل علي. شوفوا هيك انا حطيت دهنتها مثلا. هلا مثلا بمسك الليفة وببلش اني اليف. حتى هي انا بطلع مثلا هون على الملمس كلياته، شوفوا كلياته صار فيه هون، شوفوا سواد، هذا كلياته الدهون والحرق تاعي الغاز، بس كلياته بنشال. هون الجوارير كمان نظفتهم من برا. هدول الجوارير اللي دايما جنب الغاز بكونوا فيهم كل البهارات، يعني كل البهارات اللي بستخدمها، فنظفتها من برا صاروا بيلمعوا. وكمان هون هاي خزانة جرة الغاز بتكون كتير وسخة، فكمان نظفتها. شوفوا قديه صارت نظيفة. حتى ورا الغاز كلياته نظفته، شوفوا قديه صار بيلمع لمع، كتير صار أحسن. هلا رح أرجع الغاز وأعمل الجهة الثانية. وهلا صارت هاي المنطقة كلياتها نظيفة. حتى شوف الغاز ركبت عليها العيون وصار كل شي نظيف، يعني هي مبينة اللمعة على الكاميرا كلياته نظيف. حتى الخزاين اللي فوق أنا نظفتهم، والرخامة كمان اللي تحت. هلا ضايل هون الباب، باب الفرن، بس ما عرفت أفك يعني البراغي اللي فيه، فبدي استنى حدا بس يفك لي. هلا انا الخزاين هدول مرتبيتهم اصلا، يعني مثلا هاي الخزانه انا كل المقات اللي بشتريها كلياتها بحطها بهاي الخزانه. فلما بدي مثلا اشرب شغله او كذا بطلع اي مج وبشرب منه. حتى هاي الجهه كلياتها هي خزاين مونو هيك كمان نظفتها من برا، بس ما صورت لكم اياها عشان الوقت، بس كلياته نظفته. شوفوا كيف اللمعه بكل الخزاين لحد هلا. حتى ثلاجة التخزين نظفتها من برا، وهيك بكون الشكل. الجهة اللي عند الشباك فأنا رح يعني قاعدة بضب الجلي، وكل شي كان هون قاعدة بشيله عشان أقدر أرتب وأنظف. هون الخزاين اللي فيها الصحون، كل شي هون أنا ضبيته كمان مرتبيته، بس بدي أنظف زي هديك. فيلا خلينا نبلش. هلا أنا رح أنظف الخزاين اللي فوق، بعدين أرجع للحيطة وهاي الإشي. فيلا. هلا بعد ما نظفتها بالليفة وبالمنظف، هلا بس إني ضايل إني أمسح اللي عليها. كمان هون اللي هي الرخامة والحيطة اللي جنب المجلة كمان رح أبلش إني أنظفها. شوفوا هلا أنا هون المجلة، فهون الحنفيات أنا حطيتها، يعني قاعدة بحط بالمنظف، بحط عليها إنه زي كأنه بنقعها. بتعرفوا أكثر مكان نستخدم هو المجلة بالمطبخ، كمان على كل الحنفيات، كمان على المجلة من تحت. يعني شوفوا بدهنه بس شوي، وبعدين ببلش إني أنظف فيه عشان كل الأوساخ اللي موجودة كلياتها تروح. رح أبلش أول إشي هون، رح أبلش إني أفرك فيه. شوفوا هلا هيني نظفت هلا المجلة
وكمان الحنفية شوفوا قديش صارت تلمع. كتير نظفتها، هاي وهاي الجهة. فلسه هلا بدي ابلش اني انظف هاي الجهة اللي دائما بحط هون بشتغل، بصور، وهون كمان يعني للجلي وهيك اشي. فخلينا نبلش مع بعض. وهيك بكون نظفت الرخام والخزاين، حتى الشباك، بس لانه الدنيا برد كتير في ضباب، وكمان المجلى كل شي صار يلمع. فهيك انا بكون خلصت كل اشي للمطبخ وكله لمعته. طبعا انا ضبيت الجلي وضبيت كل شي، حتى انه ابلش اني ارتب واحط اشياء بالمطبخ هيك بطريقة حلوة يكون كله نظيف. شوفوا قد ايه حلوة اللمعة، يعني شوفوا الشباك عاكس على الرخام كان كتير حلو. فهيك بكون خلصت. هيك لما اسكر الاباجور كمان المنظر بيكون حلو.